السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الرحمن ربيع. فيديو جديد. وقبل اي حاجه ما تنسوش صلوا على الحبيب ويلا بينا. طبعا كلكم عارفين ان رمضان بدأ وكله على الابواب. زي ما انتم عارفين ان رمضان شهر البركه والعباده والطاعه، لكن بنفس الوقت دي فرصه ذهبيه انك تغير من العادات اللي انت كنت بتعملها، لكن ممكن يكون فرصه ذهبيه لتحسين عاداتك وتطوير يومك. في الفيديو ده هقول لك ازاي تظبط يومك في رمضان عشان يكون عندك طاقة وتركيز واستفيد من كل لحظة واستفيد من كل لحظة. بتعاني من النوم في رمضان؟ الحل في الفيديو ده. تحس انك مرهق طول اليوم مش عارف تنام كويس؟ تعال اقول لك الحل. نام من 6 ل 8 ساعات يوميا، ولو مش هتعرف قسم نومك، ولو مش هتعرف جرب تقسم النوم على فترتين: 4 ساعات بالليل وكمان قيلولة من 30 ل 45 بعد الظهر، من 30 ل 45 بعد الظهر. القيلولة بعد الفجر غلط، علشان ده هيسبب لك خمول طول اليوم. تجنب السهر الطويل علشان جسمك يقدر يطور نفسه. تجنب السهر الطويل علشان جسمك يقدر يجدد طاقته. هنخش دلوقتي على وجبة السحور الذكية. ركز على البروتين زي البيض. ركز على البروتين، البيض والزبادي والفول والجبنة علشان يحافظوا على الشبع. تجنب السكريات والمقليات علشان بتسبب العطش والتعب. اشرب كمية كويسة من المية قبل الفجر بساعة على الأقل. ازاي تحافظ على طاقتك في رمضان طول اليوم؟ بعد الفجر صلي واقرا قرآن، وبعدها لو عندك شغل أو دراسة ركز فيهم، إن العقل بيكون في أعلى درجات التركيز. الظهر والعصر أقل مستوى طاقة. حاول تستغل الوقت ده في المهام البسيطة أو القيلولة القصيرة. قبل الفطار ده وقت ذهبي جدا قبل الفطار ده وقت ذهبي للعبادة والدعاء. لو عايز تتمرن خلي تمرينك قبل الفطار بساعة أو بعد الفطار بساعتين. أفضل وقت للتمرين قبل الفطار بساعة، زي تمرين المشي أو تمرين بوزن الجسم. لو عايز تتمرن خلي تمرينك قبل الفطار بساعة أو بعد الفطار بساعتين. أفضل وقت للتمرين قبل الفطار بساعة، زي تمرين المشي أو تمرين بوزن الجسم. بعد الفطار تمرين مقاومة. بعد الفطار بساعتين تمرين مقاومة أو تمرين أوزان. اشرب مية كويس بعد الفطار. وتأكد إن وجبتك تكون متكاملة من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية. خامس حاجة ودي آخر حاجة معانا: إزاي هتختم يومك بشكل مثالي. صلي التراويح وخصص وقت لك. قلل من استخدام الهاتف أثناء النوم. 2. قبل النوم عشان تستفاد من نوم عميق. 3. جهز جدول اليوم التالي عشان انت تصحى وانت تبقى عارف كل أولويات. رمضان فرصة ذهبية مش بس للعبادة، لكن كمان لتطوير نفسك لتحسين طاقتك وعاداتك. جرب النصايح دي وشاركنا في التعليقات. ايه اكتر حاجة طبقوها في رمضان؟ كده خلصت الفيديو بتاعي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك علشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم عبد الرحمن ربيع. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم عبد الرحمن ربيع. اشوفكم فيديو